صباح الخير. سنة سعيدة، عام دراسي بإذن الله سعيد على كل طلبة مصر وعلى كل مدرسين ومعلمين مصر. عام سعيد عليكم. العلم وتحويل الطالب من طالب حافظ إلى طالب مبتكر، وعلشان يكون عندنا طالب مبتكر فإحنا عايزين معلم مبتكر، وعشان هو حل المشكلات وتلبية احتياجات. يعني انا عندي مشاكل في المجتمع، عندي مشاكل زي مشاكل الطاقة، مشاكل المياه، مشاكل التلوث. انا بعمل تنمية مستدامة عشان احل المشاكل دي. اذا هي مش هتقف. ريادة الاعمال هي جميع الخطوات والمهارات اللي انا بكسبها للطالب علشان اول ما تجيله الفكرة اوصلها المنتج. اذا دي ريادة اعمال، نتيجة من ثمرة تفكيره. اقتصاد المعرفة. ازاي استفيد من المنتج ده وازاي انقله محليا وعالميا. اذا الهدف مش الامتحان، الهدف هو التعليم. ليه احنا محولين الامتحان هو قياس وليس تصنيف. ليه احنا محولين الامتحان على انه بصنف ولادي؟ كل الدراسات اكدت ان الطلبة الاكثر تحصيلا للعلم هما اللي بيمارسوا نشاط، والطلبة اللي ما بتمارسش نشاط هما الاقل تحصيلا للعلم. اذا ممارسه النشاط دي يعني مهمه جدا. النتيجه دي لانها بتاكد انه ممارسه النشاط حاجه مهمه، وانها فعلا بتفيد الطالب، بتحفز ذهنه وبتنشطه. طبعا احنا عندنا واولياء امور طبعا بيتواصلوا مع حضراتك وبيتواصلوا مع البرامج على ان فعلا عندهم مشاكل مع اولادهم، عندهم مشاكل في تنمر. ده الولد بيبقى لسه صغير في ابتدائي واعدادي وبيتنمر على والدته وبيتنمر للاسف. عايزاه ما يتنمرش، خليه وشجعيه على ممارسه النشاط. كلام حضرتك مهم يا دكتور. هو ان احنا نرجع الطالب للمدرسه. يعني الهدف الاساسي عندنا ان احنا نرجع الطالب الى المدرسه، ده الهدف. هو السنه دي والحاجه الجميله جدا اللي انا متفائل بيها جدا السنه دي وجود عدد كبير جدا من المديرين المدارس الجداد. هم اساسا كانوا مدرسين ومعلمين ومعلمات مبدعين. فعايزين بقى يطلعوا من الابداع بتاعهم دوت لما هم بقوا مديرين. ففعلا الطلبه مختلفه. الطلبه مختلفة. وشخصياتهم مختلفة، ودرجة تحملهم مختلفة، وطريقة تذكرهم مختلفة. صحيح. وعلم لريادة مصر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.